تاريخ وحياة سيد درويش. اتولد 17 مارس 1892 الساعة 9 الصبح. اسمه كامل السيد درويش البحر. أبوه المعلم درويش البحر وكان شغال نجار، واسم والدته ملك بنت عيد. اتولد في منطقة كوم الدكة خلف 112 حارة، البوابة الشهيرة بحارة الحاج بدوي بشارع السوق، وكانت الداية بتاعته اسمها فطومة الوردانية. كان شيخ الحارة اسمه بسيوني العدسي تابع قسم العطارية. نشأ سيد درويش بين والديه واخواته، وكان موسيقي بالفطرة. اتوفى والده وما كانش سيد درويش وصل ل7 سنين. نقلته والدته لمدرسة أهلية افتتحها شاب من أهل الحي. الشاب ده كان اسمه حسن أفندي حلاوة. في المدرسة دي سيد درويش تلقى أول شعاع من أشعة الموسيقى. كان واحد من المدرسين اسمه سامي أفندي، كان مغرم بحفظ الأناشيد وكان دايما بيقولها لتلاميذه. تفوق سيد درويش على زملائه في حفظ الأناشيد، فعينوا عليهم أستاذه الألفة، وفضل في المدرسة دي 2 بيحفظ القرآن الكريم. اتقفلت المدرسة وبعد كده راح سيد درويش لمدرسة تانية اسمها شمس المدارس، اللي كان فيها مدرس اسمه نجيب أفندي. نجيب أفندي بعد كده راح اشتغل في فرقة الأستاذ جورج أبيض، وكان بيشتغل فيها إنه بيعمل مكياج لأفراد الفرقة. لما بلغ سيد درويش 16 سنة من عمره اتجوز. بعد الجواز بفترة حصل كساد اقتصادي في سوق عمله، ما بقاش قدامه أي مصدر رزق، فاشتغل مغني لأول مرة في فرقة جورج دخور اللي كانت بتشتغل ناحية كوم النادورة بقهوة الياس. كانت الفرقة باسم كامل الأصلي، وكان الشيخ سيد بيلقي فيها بعض الأغاني للشيخ سلام حجازي. بعد ما تم حل الفرقة اللي كان بيغني فيها سيد درويش، اضطر إنه يغني في مكان لا يليق به ولا بكرامته، وغنى في القهاوي زي قهوة أبو راضي في حي الفراهدة، وعمل بعد كده كمناول البياض. اتصادف ان العماره اللي كان بيشتغل فيها سيد درويش كمناول البياض كان فيها قهوه بيقعد عليها امين وسليم عطله. بدا العمال بعد كده يطلبوا منه الغنى، وبدا يغني على السقاله. بمجرد ان سمعوا سليم وامين عطله اعجبوا بيه واتفقوا معاه انه يسافر معاهم لسوريا. عز على الشيخ سيد انه يكون في اسكندريه ويتحرم من اخته الكبيره اللي كان بيحبها قوي، فاضطر انه يبطل غنى لغايه ما اتعرف على امين عطله وسليم عطله اللي اتفقوا معاه على السفر للرحله الثانيه اللي كانت لسوريا سنه 1912. وكانت الرحله دي هي حجر بناء مجد الشيخ اللي استمرت 2 سنين، اتعلم فيها كتير من فن الاستاذ عثمان المصلي، وحفظ كتير من الاغاني والموشحات. ورجع اسكندريه بعد نجاح كبير، وجاب معاه من سوريا كتير من الكتب الموسيقية. ضاقت اسكندرية بفن سيد درويش، ونصحوا أصدقائه بالسفر للقاهرة، وفعلا سافر القاهرة وعمل أول حفلة هناك سنة 1917 في كازينو البوسفور. وبعدها اتفق مع جورج أبيض عشان يلحن له رواية فيروز شاه، وكانت دي أول رواية لحنها سيد درويش. بعدها اتفق سيد درويش مع نجيب الريحاني عشان يلحن له رواياته، وكانت أول رواية له مع نجيب الريحاني هي رواية ولو، ونجح سيد درويش فيها نجاح كبير قوي، وبدأ بعدها نجمه يلمع. جت بعدها الحركة الوطنية سنة 1919، وأسهم سيد درويش بأناشيده الوطنية وألحانه الثورية زي قوم يا مصري، بلادي بلادي، وإحنا الجنود زي الأسود. بدأ سيد درويش في أواخر حياته إنه يفكر يعمل فرقته الخاصة عشان يقدر يوصل للناس فنه العظيم، وكمان يتخلص من أصحاب الفرق ومعاملتهم. وفعلا سيد درويش عمل الفرقة وشاركوا فيها عمر وصفي، والفرقة دي أخرجت أول روايتين هما شهرزاد والباروكة، وبعدها أعاد تمثيل العشرة الطيبة اللي كانت ظهرت قبل كده بسنتين في فرقة نجيب الريحاني. اتوفى سيد درويش في 15 سبتمبر 1923 في مسقط رأسه في الإسكندرية اللي جاء منها وعاد إليها واتدفن في أرضها.